السلام عليكم. انا في كابتن محترم دخل كلمني وسألني ان هو شغال في شركة، بيسأل اسيب الشركة يا كابتن، انا بقبض رقم معين، هل انا اقدر اسيب الشركة واشتغل في معاكم في البرامج؟ هل ده هيبقى افضل ليا ولا لا؟ فطبعا انا مش اول واحد يسألني السؤال ده، فانا حبيت ان انا اطلع اعمل فيديو اقدر اقول لك انت فعلا المفروض تسيب الشركة وتشتغل معانا في الشارع ولا تفضل في شركتك. بص يا معلم، في البداية كده صلى على النبي واحد الله. مبدئيا انا مش مع الناس اللي بتقول لك انا هسيب الشركة وهنزل اشتغل على البرامج. زي ما انت شايف البرامج النهاردة عاملة ازاي والدنيا عاملة ازاي فيها، ولكن انا مع كلاهما الاتنين. بمعنى ان انا دلوقتي بطلع شركتي مثلا سي من الساعة كذا للساعة كذا، فبيتبقى لي ساعتين او ثلاثة، فممكن اشتغل فيهم جنب جنب الشركة، يبقى انا عندي مرتب ثابت زائد المرتب الخارجي اللي جاي لي. طيب انا مش عارف اسيب مش عارف اشتغل بعد الشغل، يبقى حضرتك تنزل قبل ميعادك بساعة او بساعتين علشان خاطر تاخد لك على الاقل مشوار وانت رايح مكانك بتاع الشركة حوالينه في نفس الاريا بتاعته، نفس الاريا المنطقة، وبعد كده تطلع على شركتك. وانت راجع كذلك تاخد مشوار تروح بيه في نفس برضه المنطقة بتاعتك، يبقى انت ما خسرتش. رحت المشوار بتاعك بعربيتك، رجعت بعربيتك، بنزينها ما بقاش على حسابك، فبقى مرتبك صافي، زائد ان انت هيبقى ليك دخل تاني برضو من الفلوس اللي داخله لك صبح واخر النهار. طيب حد تاني يقول لي يا كابتن اصل انا الوقت بتاعي كله ضيق وانا بشتغل 12 13 ساعه، فانا ما عنديش اي وقت. طب هنا بقى نقدر نرجع نتكلم في حته تانية. هل حضرتك في الشركه دي حضرتك عندك تامين صحي، عندك تامين اجتماعي، عندك اجازات رسميه زيك زي اي قطاع خاص او عام، اجازاتك الرسميه كلها بتاخدها؟ ساعتها اقدر اقول لك لا يا كابتن، حرام عليك لما انت تسيب مكانك ده اللي عندك فيه اجازاتك الرسميه، عندك فيه التامين الصحي، لو لا قدر الله تعبت انت او اسرتك او اي حد هتطلع للتامين ده، عندك المرتب الثابت اللي هتاخده الشهري بتاعك وانت طالع شركتك وراجع من شركتك. طيب انا يا كابتن ما عنديش ولا تامين صحي ولا تامين اجتماعي ولا عندي اجازاتي، انا راجل شغال بعقد كده ومن غير عقد كمان، وشغال يعني باخد مرتبي اخر الشهر وخلاص. في الحاله دي هقول لك لا يا كابتن، انت كده شغال على الله، احنا كلنا شغالين على الله طبعا، بس انت كده شغال زيك زي اي واحد ارزاقي باليوم. الفرق ان هم بيجمعوا لك الفلوس عندهم لاخر الشهر. فاعمل ايه ساعتها؟ اقول لك لا، ستوب لحد كده، سيب الشركه، انت معاك عربيتك، انزل اشتغل، دق العمل يابا، روح اشتغل، رزقك ده بتاع ربنا. وساعتها انا واثق مليون المية ان انت طالما بتسعى ربنا هيرزقك، هيكرمك، هيسترها معاك طول ما انت من جوه نضيف وانت بتراضي ربنا، وهيديك فلوس. طبعا طبعا سيادتك يعني هتحدد بقى عدد ساعات شغل، فربنا هيرزقك اكتر من ما كنت بتاخد من الشركه، لان طبعا كلنا عارفين الشركات مرتباتها كام. ولكن لما سيادتك تقرر تعمل كده تبقى حاطط بنود واساسيات لنفسك. ايه هي البنود والاساسيات لنفسك دي؟ انا بقولها لك ان شاء الله في فيديو تاني هنتكلم وندردش فيه اكتر عن القصه دي. شكرا.